السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم طريقتي في عمل الكرنبيط. الكرنبيط من الاكلات الصحية الجميلة اللي موجودة دلوقتي في السوق. تعالوا النهاردة نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف عملنا ازاي. اول حاجة أنا جبت كده كرنبيطة من السوق اهي، هبدأ اقطعها كده، بشيل منها الورق الاخضر ده كله كده، مش محتاجينه، هنشيله كده. وبعد كده هنبدأ نقطعها صغيرة. ممكن تغسليها دلوقتي قبل ما تقطعيها، وممكن تغسليها بعد ما تقطعيها. انا بقطعه وبعدين بديله شطفة كده. خلاص زي ما انتم شايفين كده، هبدأ اقطعه الاول كده، بقطعه بحجم كبير الاول، وبعد كده بقطعه بحجم صغير. شيل بقى كده، شوفوا قشرت الجزء ده الحاجات اللي بتاكل فيه، والباقي رميته يعني. الحاجات دي بتبقى طعمها حلو. هبدا بقى اقطعه. انا بحب اقطعه صغير، يعني مش كبير قوي ولا صغير قوي، بحيث ان هو لما يطيب يتحمر كويس ويبقى مقرمش كده. احنا بنحبه مقرمش، في ناس بتحبه يعني النص طياب حسب ما بتحبيه. في ناس بتحب تعمله طبيخ برضو بيبقى طعمه حلو، في ناس بتحب تعمله مخلل برضو بيبقى جميل، في ناس كمان بتحب تعمله في صينيه كده. الاكل صحي، هو مفيد كمان للناس اللي بيعملوا رجيم كده، اكلات صحيه. هشارك معاكم ان شاء الله المره الجايه ازاي اعمله بطريقه صحيه في الفرن كده. انا بوريكم طريقه، وهوريكم المره الجايه طريقه تانية ان شاء الله. هبدا اقطعه كده قطع صغيره اهو. هي بس الطريقه دي فيها عيب واحد، ان هو بيشرب شويه زيت، لكن هو طعمه حلو يعني. هنقطعه كله كده بنفس الطريقه كده صغير، وبعد كده اروح اخده بقى اديله شطفه كويسه كده، بحيث انه يتغسل كده. وبعد كده اكون مجهزه على النار ميه مغليه كده، هحط فيها شويه من الكمون اهي. اول ما الميه غلت كده ببدا انزل بيه. انا هنا شطفته، واول ما الميه غلت كده هبدا انزل بيه اهو. بتسيبيه كده ياخد مثلا زي 10 دقايق كده على النار عشان تتاكدي ان هو طاب. بتمسكي الجذور بتاعته اللي هي من تحت دي، تضغطي عليها كده تتاكدي ان هي طيبه يعني. تاكي عليها تحسي انها طريه، وكمان تلاقيه بيتقطع معاكي بسهوله، لان لو هو جامد لما تيجي تحمريه هتلاقيه برده جامد. بصوا بلاقيه كده بيبقى ايه، طرى. خلاص هبدا اطلعه كده اهو. بياخدش وقت خالص في العمايل، واكله صحيه ومفيده، سواء كنتي بتعملي رجيم بقى وعايزه تاكلي اكل صحي او اكل عادي يعني مش صحي يعني. خلاص هنبدا نحط الجزء التاني كده نسيبه بقى يطيب. وتعالى اقول لكم بقى هعمل الخلطه بتاعته ازاي. طبعا هو ليه خلطتين عندي، انا بعمله خلطه ساعات كده عشان لما اجي احمره، وخلطه تانية كده بعمله في الفرن يعني. بس المره دي حبيت اكله متحمر يعني. جبت بيضتين كده اهو، هنزل عليهم بقى بشويه فلفل كده. جبت فلفل كده، معلقه من الفلفل كده، وهبدا اضرب البيض كويس كده عشان اتاكد ان هو اتخلط كويس اهو. حابه تكتري اعملي، انا حسب الكميه اللي هعملها فبحط البيض يعني. لو هتعملي كميه اكبر اعملي يعني، انا مش هعمل كل الكميه مره واحده يعني. حطيت بيضتين كده، هجيب كوبايه من اللبن واحطها عليه. في ناس ما بتحطش لبن، بتحط ميه عادي، حسب ما انت عايزه. انت عايزه تعلي القيمه الغذائيه بتاعته حطي لبن، عايزه تقللي يعني القيمه ممكن تحطي ميه عادي. هقلبه كده كويس اهو. وبعد كده هجيب بقى الدقيق اهو. هبدا اجيب الدقيق كده. دي انا مش بعرف اقولك مقدار، لا هو بص قوام الخليط ده ما بيبقاش تقيل ولا خفيف يعني، متوسط في السمك بتاعه يعني. هبدا كده اقلبه. طبعا حطيت انا ملح وحطيت فلفل وحطيت شويه من بهارات اللحمه. زودت بس شويه دي كده عشان حسيت ان هو ايه، خفيف كده. القوام بتاعه كده كويس، مش تقيل ولا خفيف اهو. القوام ده حلو كده خلاص. طبعا بقى بيكون محتاج خضره. انا جبت خضره كده، ربطه خضره كده وقطعتها. حابه تقللي الكميه عندي شويه قليها، في ناس بتقطع الورق بس، انا هنا حطيت كل الخضره يعني، انا بحط كل الخضره. حابه تقطعي الورق بس حطيه. بعد كده بجيب بقى الكرنبيط وبحطه كده على الخلطه واقلبه كويس كده. ساعات بحطه في التلاجة كده واطلعه التحمير، وساعات بحمره على طول. هنا انا حمرته على طول، يا دوبك قلبته كده، وكنت حاطه زيت يسخن. خلصت الكميه كلها، تبلت الكميه كلها اللي انا هعملها، ورحت ايه بدات احمر فيه يعني. عودي بقى نفسك كنت بتعملي اي عمل تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نقول بقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. بصوا بعد ما حطيته كده في الخلطه، هبدا بقى اكون محضره الزيت. تكوني حاطه الزيت سخن وتنزليه على طول في زيت سخن. بتسيبيه بقى يطيب كده على نار هاديه، ما تعليش النار عليه، ياخد طيابه بالراحه كده. وعايزه تخليه مقرمش بقى حمريه، عايزه تفرفتيه كده وتعمليه كله خلطه يعني، تعمليها اقراص اعمليها اللي يعجبك يعني، الحاجه اللي انت بتحبيها. انا بعمله كده، وساعات كمان بعمله في الفرن. هوريكم مره ان شاء الله طريقتي وانا بعمله في الفرن. بس الصراحه انا النهارده عملته كده، كنت مستعجله وكنت عايزه اخلص بسرعه يعني. انا بعمل ايه بقى، انا بتبل اللي انا هعمله كله يعني، بتبله الاول. ساعات بسيبه كله في التتبيله كده، احطه في التلاجة واطلعه التحمير،
وساعات بتبله الاول عشان لما اجي احط على طول، يعني ما مبقاش محتاره يعني. فهنا هو انا كنت متبله كله، حطيت الزيت سخن، هبدا انزل كده بقى بيه كده اهو. اهم حاجه تسخني الزيت قبل ما تحطيه، وسيبيه كده. اول ما تحطيه سيبيه، هو بيمسك كده مع بعضه. وانا عارفه ان هو بيبقى فاكك شويه، بس اول ما بيعمل بتلاقيه بيمسك سبحان الله يعني. وبجد طعمه حلو جدا، من الاكلات المغذيه جدا. ده بقى من الاكلات اللي انا بحس ان هي برضو اكلات اهالينا زمان، لان احنا كنا دي الاكلات الصحيه اللي على طول اهالينا بيعملوها لنا. الاكلات دي كل ما هعمل اكله من ايام زمان، اكلات اهالينا زمان، هقول لكم عليها. يعني انا بقى هفتكر في الاكل ده ايام زمان كده، كنا نقف حوالين ماما كده وهي بتعمله، وما نستناش كده لما يتخلصوا، لا كنا ناكله وهو سخن كده. كنت بحب اكله وهو سخن، اول ما يطلع كده على طول احب اكله. كنا بنقوله عليه كده ان هو اكله صحيه قوي. بنحس ان هو ايه، هقول لكم كنا ساعات والله بنحبه اكتر من اللحمه يعني. المهم يعني والله بجد طعمه حلو قد قوي، جربوا تعملوه. اول بقى ما تلاقيه كده مسك، قلبيه على الناحيه التانية. انا هنا هحط كمان واحده. كنا ساعات نعمله اقراص كده، وكنا ساعات نعمله ندخلوه كده في الفرن. هعمله مره معاكم ان شاء الله باذن الله. قولوا لي بقى بتعملوا الكرنبيط ازاي، بالطريقه دي ولا ليكم طريقه مفضله اللي هي في الفرن، ولا بتعملوها اقراص؟ قولوا لي اكتر طريقه تفضلوها، ولما بتكونوا مستعجلين بتعملوه بأي طريقه. وهستنى تعليقاتكم كده، اتمنى تتابعوني عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروا منا فيديوهات جديده ان شاء الله. هنحمره كده بقى ونوريه لكم بعد ما يطلع. بصوا مسك كده اهو. هبدا اقلبه كده، انا بديله اول حاجه كده يعني تحميره خفيفه كده مع الوش، وبعد كده بحمره كويس يعني خلاص. احنا بنحبه مقرمش كده وهو متحمر. بجد طعمه حلو جدا. وتاكليه بقى كده بالعيش بقى، بحبه تاكليه بالرز، من الحاجات اللي حلوه بتاكل او العيش او الرز حسب ما انتي عايزه. بنسموه كده ايه، الكباب الايه، نقوله الكباب الكداب حسب ما بتسموه بقى. احنا بنسميه كرنبيط، من اكلات اهالينا زمان، من الاكلات اللي بحبها جدا وبعشقها جدا. هوريه لكم دلوقتي بعد ما طاب. والله بجد حلو جدا، سواء هتاكليه حاف او بالعيش، بجد طعمه حلو جدا، او بالرز كمان. في ناس بتاكله بالرز بيبقى حلو قوي. انا بحب اتاكد ان هو متحمر من كل النواحي. وبحب اكتر فيه الخضره. في ناس ما بتكترش قوي الخضره فيه كده، حسب ما كل واحد بقى وبيحب. اكمل انا بقى التحمير مع نفسي، هوريكم بقى كده واحده. او اهم حاجه بقى لو في حاجه نزلت كده، جيبي مصفى كده وشيليها عشان ما تحرقلكيش اللي هتحطيه تاني. هكمل بقى تحمير الجزء التاني، وهوريكم بقى كده ايه اللي احنا طلعناه. بس هحط بس الجزء التاني كده اهو. تعالوا بقى كده اخد لكم واحده كده نشوفوها. بصوا ما شاء الله كده محمره حلوه قوي. بصوا انا هاخد كده واحده. بصوا طيب ازاي بتقطع بكل سهوله، بجد حلوه قوي قوي، طعمه لذيذ لذيذ بجد، وطيب وجميل.